السلام عليكم. الخطاب الإعلامي الجزائري في موضوع الصحراء المغربية راه ماشي جديد، راه من قديم وكيتبنى نفس المنهجية، خلق رواية موازية باش يقنع الداخل الجزائري أن الجزائر ماشي طرف وبأن فقط مع تقرير مصير الشعوب. نشوفوا الفيديو. الخاصة بمجريات جلسة مجلس الأمن حول بعثة المينورسو التي انتهت قبل قليل. إذن رغم أحرازها تغييرا جذريا في مشروع قرار المينورسو، الجزائر ترفض التصويت وتعتبر أن القرار لا يرتقي لمستوى تطلعاتها. إذن بعد قررت الجزائر اليوم الجمعة عدم المشاركة في التصويت على مشروع قرار مجلس الأمن المتضمن تجديد ولاية المينورسو، معتبرة أن هذا القرار لا يرتقي لمستوى تطلعاتها. كما جاء هذا القرار بعد مفاوضات شاقة خاضتها الدبلوماسية الجزائرية على مختلف الجبهات وفي مختلف العواصم، وعلى رأسها الجزائر العاصمة نيويورك وواشنطن، حيث تمكنت من تغيير صيغة النص المقترح بصفة جذرية واضعة بذلك أسس وضوابط واضحة المعالم لرغبة حامل القلم الولايات المتحدة الأمريكية في إعطاء دفعة قوية لإنهاء هذا الصراع القائم في المنطقة بين جبهة البوليساريو والمحتل المغربي. اتسمت بانحياز واضحا وصريحا للأطروحة المغربية. الجزائر حسب العديد من المصادر المتطابقة عددا من أعضاء المجلس للضغط على الولايات المتحدة لحملها على سحب العبارات التي كانت تصف مقترح الحكم الذاتي المغربي بأنه خطة جدية وذات مصداقية وواقعية، بالإضافة إلى اعتباره خيارا من بين مقترحات أخرى قد يقدمها الأطراف في إطار المسار التفاوضي الذي ينبغي أن يتوج حسب ذات القرار بممارسة الشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير. ودكتور علي ربيج، أريد أن أبدأ معك من أين انتهت. طبعا مقدمتنا الجزائر سيدة في قرارها لن ترضخ لأي ضغوط مهما كان نوعها. مساء الخير، تحية لك ولأستاذة سعيدة ولكل المشاهدين. أعتقد أستاذة نسيبة أنه البيان الذي جاء من قبل الجزائر وضح الكثير من النقاط ووضح الكثير من الحقائق التي يجب أن تقال وأن تسمع بصوت مرتفع. الجزائر عندما تقول بأن قراراتها سيادية، هذا ليس شعار فقط يرفع، ولكن هذه حقيقة موجودة على أرض الواقع. الجزائر رافعت ودافعت على الكثير من القضايا العادلة والقضايا التي ترافع من أجلها داخل مجلس الأمن. اليوم عندما تتكلم الجزائر على القضية الصحراوية، وهي واحدة من القضايا التي للأسف الشديد تم تسجيل فيها فشل ذريع للأمم المتحدة ولدول الأعضاء الدائمة في مجلس الأمن التي أطالت من عمر هذه القضية للأسف الشديد، واليوم تخوض هذه القضية الصحراوية وجبهة البوليساريو والشعب الصحراوي يخوض معركة أخرى وهي معركة دبلوماسية للأسف الشديد تخاض ضمن مجموعة من المعطيات وضمن مجموعة من الحقائق، على رأسها ما يسمى اليوم بالدبلوماسية المقايضة التي ربما تقودها الولايات المتحدة الأمريكية. عندما تقول الجزائر ترفض التنازل وترفض أن يتم المساومة على هذه القضايا، قد نجد دول أخرى داخل مجلس الأمن وداخل الجمعية العامة قد يعني تساوم على المواقف والقضايا العادلة. إذن الموقف بالنسبة للجزائر ثابت، غير قابل للتنازل، غير قابل للتغيير. هذه معركة دبلوماسية ستخاض وخاضتها الجزائر من خلال ما قيل داخل هذا البيان بأنه كانت هنالك مساعي دبلوماسية الجزائرية مفتوحة مع كثير من العواصم في العالم، خاصة العواصم المؤثرة في هذه القضية. اليوم شفنا أن هذا القرار تم، أو مشروع القرار الأمريكي تم تعديله أكثر من مرة، بدليل أنه كانت مقاومة من داخل مجلس الأمن من قبل الجزائر ومن قبل الصين من قبل روسيا من قبل الدول التي تعي وتفهم أن هذه القضية هي قضية تقرير مصير. لهذا نتوقع أنه سيترتب على هذا القرار إنجازات أخرى وتحركات دبلوماسية أخرى ستواجه الجزائر وستواجه الدول التي تؤمن بعدالة القضية الصحراوية الكثير من المخططات، ولكنها ستفشل لا لشيء إلا أنه يوجد
طرف متمسك بقضيته وهو الشعب الصحراوي وجبهة البوليزاريو اللي هي الممثل الشرعي والوحيد كما جاء في البيان للشعب الصحراوي. نعم، كل هذه المحاولات ستفشل. دكتور سلامة أو دكتورة سعيدة سلامة، هذا الفشل لا نعتبره فشلا للمنظومة الدولية. الآن نحن أمام شرعية دولية على المحك. نعم، للأسف الشديد نحن اليوم أمام فصل جديد من الخذلان، فصل جديد من الفشل الذريع الذي تجسده الهيئة الأممية وعلى رأسها يعني الدولة التي أو الولايات المتحدة الأمريكية التي يعني اقترحت مشروع هذا القرار، والذي يبدو من بدايته تبدو النية من بداية هذا القرار بأنها منحازة انحيازا تاما يعني النوايا المغربية في هذا السياق. وبالتالي فلما نتكلم عن الفشل، نعم المنظومة الأممية قد فشلت فشلا ذريعا في تسوية القضايا العادلة، وقد أدارت ظهرها إن صح القول للقضايا العادلة ومنها القضية الفلسطينية. اليوم نرى أنه فيه قد تم جس لنبض المجتمع الدولي، وبالتالي فقد أتاح ذلك الفرصة يعني كانت سانحة جدا وبكل أريحية إلى أن يعني تطرح مشاريع قرارات بهذه يعني البجاحة إن صح القول، بهذه ممكن الجرأة ويعني دون الخوف دون التردد إلى غير ذلك. ولكن يعني لحسن الحظ أنه في دول نعم في دول اليوم تفاوض ويعني ترافع من أجل العدالة ومن أجل من أجل القضايا العادلة، ومنها الجزائر التي خاضت حراكا دبلوماسيا، لا نقول دبلوماسيا بل القضايا العادلة هي من ضمن المواقف السيادية للجزائر قبل أن تكون حراكا دبلوماسيا. وقد كانت هناك جهود دبلوماسية كبيرة جدا، آخرها ما فعلته في إطار مشروع هذا القرار من خلال تمديد بعثة المينورسو، ويعني ما أشبه هذه القضية بالقضية الفلسطينية أين تم يعني كبح أو ممكن طمس الحقائق من خلال منظمة غوث التي أراد الكيان الصهيوني أن يعني يغلق عليها وممكن يطمس هويتها إلى غير ذلك، لأنها الشاهد التاريخي على ما جرى للشعب الفلسطيني. ونفس الشيء بالنسبة للمينورسو والتي هي أيضا شاهدة على الفصول الكثيرة مما عاناه الشعب الصحراوي. وبالتالي فاليوم محاولات لشرعنة الاحتلال واضحة جدا، ومحاولات أيضا لرسم خارطة جيوسياسية للعالم من خلال دويلات، من خلال ممكن أن نقول أنه دول تفوض من أجل أن تكون وكيلة على مصالح الدول الكبرى في مناطقها. ونفس الشيء بالنسبة لنظام المخزن الذي اليوم قد يعني أتاح نفسه كدولة وظيفية في القارة الإفريقية، قد سمح بالكثير من التسهيلات للقوى الكبرى، وبالتالي فالثمن هو يعني اليوم يجازى من طرف الولايات المتحدة الأمريكية والدول الكبرى، لأنه دعم أولا الكيان الصهيوني، ولأنه يعني انقلب وينقلب اليوم على الشرعية الدولية. ديالك والله كتعجبني الهضره ديالك، شي معيورات فرنساويه. أن نذهب إلى الثمن الذي تم دفعه من قبل المخزن للوصول إلى هذه النتيجة. دكتور ربيج، أريد أن أقف معك عند الجهود الحثيثة التي بذلتها الجزائر والمشاورات التي خاضتها مع مختلف الأطراف الفاعلة، أين تابعنا أن النص شهد تحول جذري عبر مراجعتين متتاليتين وصولا إلى النص النهائي الذي طرح قبل ليلة واحدة فقط من جلسة التصويت المؤجلة. جهد كبير، والأثر هذا الجهد بان في هذه التصحيحات أو التصويبات التي جاءت على مشروع قرار الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر حاملة القلم في هذا المشروع. جاء أولا التصحيح فيما يتعلق ببعثة المينورسو. أستاذة نسيبة، كانت المشروع
مشروع القرار يتكلم على 3 أشهر ثم 6 أشهر ثم مدة سنة. هذا دليل على أنه الولايات المتحدة الأمريكية قد تلقت أو لاقت معارضة قوية من داخل مجلس الأمن ومنعت مرور المشروع الأول الذي نعم. وهذا إخفاق بالنسبة للدبلوماسية الأمريكية التي كانت تتوقع بأنها ستمر أو يمر هذا المشروع بكل الصيغة الأصلية التي وضعت له. النقطة الثانية وهي أنه أعطى إشارة بأنه على المبعوث الأممي ديمستورا وعلى الأمين العام للأمم المتحدة أن يواصل جهدهما في مسألة تثبيت فكرة الحكم عفوا العربي عود نطلق طلع الحكم عفوا